البطاطس البانيه. يلا بينا نعمل البطاطس البانيه باسهل واسرع طريقه، وطبعا طعمه مميز جدا. عندي بطاطس تحمير بقشرها بالطريقه المعتاده، بس هقطع الواحده كده الاثنين علشان تتسلق اسرع. عايزه بعد كده ميه تغلي على النار، هديها رشه ملح وانزل بالبطاطس بتاعتي تتسلق. هسلقها مش سلق كامل، يعني 3/4 سلقه كده. بس هتسلقت منك جامد. اول ما تطلعيها من الميه السخنه افتحي عليها الحنفيه علشان توقف السلق بتاعها. نيجي نعمل الخلطه: 2 بيضه، عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم او 3 فصوص ثوم مفروم، التوابل كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود وملح، يعني معلقه صغيره من كل حاجه. هنا رشه خضره، شبت وبقدونس وكزبره او اي نوع فيهم، او ممكن تستغني عن الخضره خالص زي ما تحبي. وهنقلب كل ده مع بعض. وبعد كده هنزل بنص كوبايه دقيق، والدقيق على حسب كميه البطاطس اللي هتعمليها. وعندي هنا كمان ربع كوبايه لبن بتدي هشاشه جميله للبطاطس، وميه اكمل بيها العجنه. انا عايزه عجينه سايله بس مش سايله قوي. هوريك ادي البطاطس بتاعتي ما سلقتهاش سلق جامد، وزي ما قلت لك بصوا الخلطه بتاعتي ده بقى الاختبار بتاعها ان هي مظبوطه. ادخل فيها كده واحده بطاطس مسلوقه، اول ما الطبقه تكون مغلفه البطاطسايه من كل النواحي وما تنزلش كل طبقه منها، كده الخلطه مظبوطه تماما. لكن لو مش مسلوقه جامد لازم طبعا نسوي البطاطس من جوه، فما نسيبهاش تاخد لون بسرعه من بره وهي البطاطس لسه ما استوتش من جوه. فانت ظبطي الموضوع ده عشان تاكلي احلى بطاطس، تكون مستويه من جوه زي الزبده والكفر من بره مقرمش.